السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده 5 ابراج في لقاء قريب مع الرزق الوفير واللعب بالدولارات مع عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف عنهم. أعلنت ملكة الفلك ليلى عبد اللطيف المتخصصة في علم الفلك والأرقام أن عام 2024 سيجلب فرصا عديدة للتقدم والنجاح خاصة لأفراد برج الميزان، وذكرت أن مواليد هذا البرج سيتغلبون على التحديات المالية التي يعانوا منها سنوات بفضل تأثير كوكب بلوتو وهو في برج الدلو، مما سيرفع من آفاقهم المالية والمهنية. أضافت إلى ذلك على تحسن وضع مواليد برج الجدي المالي خلال العام الجديد الذي من المحتمل أن يشمل امتلاك عقارات ذات قيمة عالية. كما توقعت لمواليد برج السرطان تطورات مالية إيجابية تنتج من نجاحاتهم المهنية، وأشارت تنبؤاتها بالنسبة لبرج الحمل إلى أنهم سيواجهون فرصة مالية مؤتية في النصف الأول من العام بفضل تأثيرات الكواكب الموفقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن مع انتقال كوكب المشتري إلى برج الجوزاء خلال النصف الثاني، فيما تنبأت بفترات تحدي مالي لمواليد برج العقرب مع توقع تحقيقهم استقرارا ماليا لاحقا في العام. وأخيرا أكدت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أن عام 2024 سيمثل فترة استرداد لهؤلاء المولودين في برج العقرب، حيث ستتحقق تحسنات خصوصا في النصف الثاني من العام بسبب دعم كوكب الحظ. وبكده حبايب قلبي يكون ده الفيديو بتاعي. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وعيلتي صغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما أرجع لكم فيديو آخر أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب لأحلى 5 أبراج في لقاء قريب مع الرزق الوفير واللعب بالدولارات. ملكة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف عن النقاب، تحقق إن كنت من ضمن المحظوظين ولا لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وسبسكرايب.